بيدخل لها الشيوخ وناس شكلها لبسها مريب وتحركاتهم مريبة، وفي حاجة غلط بتحصل في الشقة دي. وتأكدوا ان الست دي عملت تحضير لشيء ما في الشقة دي، وان الزوج والزوجة دول مش اول ناس يسكنوا في الشقة ويخافوا منها ويبدأوا ان هم يسيبوها او يسمعوا اصوات غريبة. لا، ده كان سبب ان سعر الشقة قليل، ان حصل مشكلة مع ناس كتير قوي قبله، لغاية ما حد من الجيران من السكان القديم للعمارة قال لهم بصراحة اللي حصل ان الست دي فجأة لقيناها اختفت، وبقى شقتها مقفولة وما عادش في اي حد خالص بيزورها. وفي يوم من الايام وفي عمال شغالين في العمارة بيفتحوا اوضة البواب، لقوا ان في جثة ست ملفوفة ببطانية وعليها علامات حرق، وحوالين منها ورق لونه مصفر وعليه حروف مكتوبة بالمتشقلب، وفي كلمة جن مكتوبة بشكل كبير جدا. اللي حصل ان الزوج ومراته طبعا سابوا الشقة بعد ما الشيخ عمل جلسة تحصين قوية وقعد يطمنهم انه خلاص كده مش هيسمعوا اي حاجة، بس طبعا سابوا الشقة وطلبوا من الجيران ان هم يحذروا اي حد يعيش في الشقة دي، لكن الموضوع مخلصش عند كده. اللي حصل انه في طالب جامعي في كلية فنون اسمه شادي. اللي حصل ان شادي ده كانت قصته غريبة جدا جدا جدا، قعد يحصل له حاجات كتير اوي في الشقة ومع ذلك كان بيكابر، وكان بيقنع نفسه انه مفيش اي حاجة من الحاجات دي حقيقية وان دي اوهام. كل ده لان هو يعني ماديا ما كانش كويس اوي والشقة كان سعرها قليل اوي. اول ليلة لشادي في الشقة محصلش اي حاجة غريبة، لكن بدأ يسمع صوت كراسي بتتحرك وبتلف حوالين من نفسها بسرعة جدا. بيطلع الصالون ما بيشوفش اي حاجة، لغاية ما اقنع نفسه ان دي اوهام او ان دي صوت من الشقة اللي جنبه. لغاية ما بعد كده بقى بيسمع صوت الكراسي بيتحرك ويطلع يلاقيها متحركة فعلا، لغاية ما في يوم لقى الكرسي اتهبد على الأرض بصوت عالي قوي. جري يطلع يشوف في ايه، لقى ان الكرسي وقع على الأرض ومتكسر ومكتوب عليه من تحت: أنا مش همشي، سيب مكاني. مش بس كده، شادي كمان بدأ يحس ان المراية الكبيرة اللي في الانتريه بتتحرك من مكانها، وأول ما بتتحرك من مكانها بيسمع صوت الكراسي وتبدأ يحصل حاجات غريبة جدا. ومع ذلك شادي فضل مكمل في البيت. وفي مرة هو بيغسل وشه لقى انه هو طالع المراية بيحصل فيها كده زي تأخير، ان هو بيحرك ايديه او يحرك راسه وكل ده بيحصل على المراية بشكل متأخر، لغاية ما فجأة لاحظ ان وشه بقى متشوه وعينيه كلها اسود، ولقى شفايفه